السلام على رسول الله. ثم أما بعد، طلبة الصف الثالث الإعدادي، الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن أول درس وهو قارات العالم، الموقع والمساحة، وعرفت إن أنا عندي مساحة الأرض قد إيه، واليابس فيها بيمثل قد إيه، والمية فيها قد إيه، وعرفت إن أنا عندي كام قارة وعندي كام محيط، 7 قارات 5 محيطات. وسألت سؤال: أكبر قارة قلت لي آسيا، وأصغر قارة أستراليا. أكبر محيط هادي وأصغر محيط قطبي شمالي، وعرفنا الترتيب بتاعهم. وقلت أنا عايز منك في الدرس ده تعرف لي حاجتين: الموقع الفلكي بتاع القارة والموقع الجغرافي للقارة. وقلنا من البداية الموقع الفلكي مش بنحفظه، احنا بنحفظ بس الموقع الجغرافي، لأن ده اللي بيجي فيه الامتحان. أعرف القارة دي شمالها مين، جنوبها مين، شرقها مين، غربها مين. واتكلمنا عن قارة آسيا، واتكلمنا عن قارة أفريقيا، وقارة أوروبا اللي هي قارات العالم القديم. تعال بقى يا سيدي نتكلم عن قارة أمريكا الشمالية، وهي قارات العالم الجديد الأمريكتين، وأول قارة وهي أمريكا الشمالية. طبعا زي ما اتفقنا الموقع الفلكي مش بنذاكره، بس عايزك تعرف لي الموقع الجغرافي. في الشرق اقول له المحيط الاطلنطي، في الغرب المحيط الهادي، وانا مش بقول من دماغي، انا بقول اللي على الخريطة. حضرتك حفظت الخريطة تقدر تطلع كل اللي انا بقوله ده ومن غير ما تحفظ، غير لو انت حافظ الخريطة انت مش هتبص في الملزمة خلاص على كده. شمالا اقول المحيط القطبي الشمالي في الجنوب الشرقي. ليه ما قلتش جنوب؟ لان انا لو بصيت في الجنوب مش هلاقي جنوب، ده متصلة بامريكا الجنوبية. فاقول له الجنوب الشرقي عندي خليج المكسيك والبحر الكاريبي. يبقى تاني: عندي في الشرق المحيط الاطلنطي، عندي في الغرب المحيط الهادي، عندي في الشمال المحيط القطبي الشمالي، وفي الجنوب الشرقي خليج المكسيك والبحر الكاريبي. طيب لو جه يا مستر وسألني وقال لي تعالى كلمني عن قارة أمريكا الجنوبية، هتقول له على طول هي على شكل مثلث، تحس إن هي عاملة زي المثلث. وهنا برضو هيكلمك عن خطوط الطول ودوائر العرض، وزي ما قلنا برضو مش بنتكلم عنها. أول معلومة منساش إن يمر شمالها خط الاستواء، وبرضو مدار الجدي في منتصف أمريكا الجنوبية. شكلها أقرب إلى المثلث زي ما قلنا. شرقا حدودها بقى والموقع الجغرافي: شرقا أقول له يحدها المحيط الأطلنطي، غربا المحيط الهادي، بعد كده شمالا البحر الكاريبي. شمالا هنا كده في الشمال اهو قدام عينك البحر الكاريبي. بعد كده قال لي تعالى نتكلم عن قارة استراليا او الاوقيانوسية، القارة الاوقيانوسية. في البداية الموقع الفلكي اللي برضو مش هنتكلم عنه، موقع الجغرافي. تعالى احنا بقى نطلع الموقع الجغرافي من الخريطة. شرقا يا مستر ده المحيط الهادي، جنوبا المحيط الهندي، غربا المحيط الهندي، شمالا بحر أرافورا. بحر مين؟ أرافورا. ده ايه بحر أرافورا ده؟ بيفصل استراليا عن جزر اندونيسيا. يبقى تاني اقول له شرقا يحدها الهادي، غربا وجنوبا يحدها المحيط الهندي، شمالا بحر أرافورا ويفصلها عن جزر إندونيسيا التابعة لقارة آسيا. تتكون الأوقيانوسية من مجموعة من الجزر. عندي القارة الأوقيانوسية أو أستراليا مجموعة من الجزر زي مثلا نيوزيلندا الشمالية ونيوزيلندا الجنوبية وتسمانيا. بص يا سيدي، عندي هنا نيوزيلندا ايه، نيوزيلندا اللي فوق دي شمالية واللي تحت جنوبية، وتسمانيا تحت على طول هنا جنب او جنوب قارة استراليا اسمها تسمانيا، بجانب مجموعة من الجزر في المحيط الهادي بس ما قاليش اسمهم مش هنحفظهم. تعال نتكلم عن اخر قارة، قارة القطبية الجنوبية، ودي بتقع كاملة في اقصى جنوب الكرة الارضية، يعني في جنوب الارض، يعني في القطب الجنوبي المتجمد، مما ادى لانها اصبحت متجمدة وغير مأهولة بالسكان. يبقى لما اقول لك تقع فين،
تقع أقصى جنوب الكرة الأرضية. يحيط بها محيط القطب الجنوبي من جميع الجهات، يعني مش هقول شمالا ولا جنوبا ولا شرقا ولا غربا، أنا أقول يحدها من جميع الجهات المحيط القطب الجنوبي. مساحتها قد إيه ما يهمنيش، بس عايزك تعرف ما فيهاش سكان باستثناء مراكز بحوث ومناطق مقسمة بين عدد من الدول التي لها مصالح بالقارة دي، زي أقوى دولتين الوقت وأقوى دولتين زمان. أقوى دولتين الوقت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأقوى دولتين زمان فرنسا وإنجلترا. لو جه سألني ما النتائج المترتبة على وقوع انتاركتيكا عند القطب الجنوبي أقصى الكرة الأرضية، أقول أصبحت متجمدة وغير مأهولة بالسكان. واستنونا إن شاء الله، استنوني في الفيديو اللي جاي إن شاء الله، وهيكون على أهم أسئلة الدرس اللي ممكن تقابلني أو اللي ممكن تفكرني بدرس قارات العالم، الموقع والمساحة. وبكده نكون خلصنا درس النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.